السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل الكريب بطريقة سهلة خالص. انا كده كان عندي بقى جبنة موتزاريلا وزيتون في الفريزر، واختي قالت لي انا عايزه اكل كريب، وكمان بنتي قالت لي عايزه اكل كريب يا ماما. فانت عارفين بره بقى اسعار الكريبات ولعت، فقلت ايه اتشطر كده واتشملل واقوم اعمل لهم كريب في البيت. الجو ساقع بقى وكده، فقلت ادفي نفسي واقوم اعمل اي همه كده. بعدين طلبت بس عيش من بره الصراحه، لان ما كانش عندي دقيق وكده. كان عندي ستريبس في اليوم دوت فاضل. فكمان بقى قمت جايه طالبه العيش، وطلعت الزيتون والجبنه فكه من الفريزر. وقمت جايه بقى عامله هنا كده، جبت العيش وقسمت رغيف العيش بتاع الكريب بالنص كده. يعني قسمته بالنص وحطيت الحشوة في نص الكريب بالظبط، عملتها زي مثلث كده في نص الكريب. تمام، ودهنتها كاتشب مايونيز من الاول كده، وبعدين حطيت جبنه موتزاريلا. وبعدين هنا بقى جبت الشيدر والرومي برضو حطيت حبه، وهحط بقى ستريبس وكده. قلت كده اما اشجع نفسي واما اشجعكم. يعني ما شاء الله الكميه ديت عملت لي يجي بالظبط 11 كريب. 11 كريب وكانوا مليانين جدا ما شاء الله. و... والواحد كريب الواحد اصلا يعني يا دوب يشبعنا. انا اكلت واحد شبعت خالص ما شاء الله، كان مليان. هنا انا بضيف الموتزاريلا الاول. بحط الكاتشب والمايونيز وبعدين الجبنه الموتزاريلا، عشان لما تسيح تمسك كده في الستريبس، ويبقى كل حاجه متماسكه من جوه كده زي اللي بنشتريه من بره. وبعدين ضفت الستريبس، وكمان احط الزيتون. الحشوة دي حسب الرغبة طبعا. انا بحب الجبنة، احنا اصلا عامة يعني هنا بنحب الجبنة والزيتون والستريبس بقى، وشاورما فراخ لحمة على حسب، كوردون بلو اي حاجة انتوا بتحبوها. الحشوة دي على مزاجكم انتوا. حابين ما تحطوش اي لحوم او دواجن. حابين تعملوا بطاطس مقلية بس كمان بيبقى تحفة والله. يعني ما شاء الله الطلبات دي كلها ما يعني بحوالي 100 جنيه. وكمان يعني عمل كمية كبيرة. يعني عمل اكتر من 11، عمل 11 سندوتش كريب. معلش بقى انا اسفة يا جماعة، طريقة ساعة التسوية ده انا اتلبخت خالص. ولادي بقى كانوا عمالين يعملوا هيصة ودوشة، وانا اتلبخت ان انا اصور لكم. بس كل اللي عملته ان انا جبت طاسة تيفال ودهنتها. الكمية دي عملت معايا 11 سندوتش كانوا مليانين ما شاء الله. بس يا رودين، زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى انا بقول لكم ساعة التسوية ديت اتلبخت خالص، كانوا عارفيني زي ما هم عارفيني والله دلوقتي كده. المهم انا جبت طاسة تيفال وحطيتها كده سخنت، واول ما سخنت جبت المنديل مبلول زيت ومسحتها بيه، وقمت جايه حاطه الكريب. والنار تكون وسط، لا عالية قوي ولا واطية قوي، يعني وسط هادية كده. تمام، عشان خاطر ايه الكريب ما يتحرقش ويقرمش كده من بره. وكده هنا بقى زي ما انتوا شايفين انا بحط الصوص الاول في نص الساندوتش كده، وبعدين بضيف الجبنه الموتزاريلا. شايفين بقى الستريبس عامل ازاي؟ شكله خرافه والله العظيم، جميل جدا. هسيب لكم طريقه الستريبس في الاخر، في اخر الفيديو. وبعدين احط صوص برضو، يعني حطيت صوص الاول وبعدين جبنه وبعدين الاستريبس وبعدين الزيتون. قلت بقى ده انا والله يعني لو كنا رحنا اصلا اشترينا ال11 سندوتش ده من بره كان هيعمل شقو شويه. يعني الواحد بره بيتباع ب50 وب60، كل واحد بقى تبع من محل. وطبعا الفراخ مش هتكون بنفس الجوده ديت، والحاجه بتبقى اضمن وانضف واصح في البيت. يعني انت مش عالمين بره المحلات دي فيها ايه، ولا الفراخ دي كانت يعني نوعها ايه، ولا الدنيا فيها ايه الصراحه. عشان ما بقرف اشتري حاجه من بره الصراحه، فاللي بعمل في البيت حاجتي كلها. ويا بنات ما انصحكوش تفرطوا رمان، البسوا جوانت قبل ما تفرطوا رمان. انا فرطت رمان بقى
وزي ما انتوا شايفين كده اجاركم والله، يعني ايديا بقى لونها موف من كتر الرمانة اللي انا فرطت. وهنا بقى كنت بسويها على الطاسة التيفال، هديت كده النار وقمت جاية بقى حطيتها كده تستوي، وكان خرافة بجد، وكان مليان جدا. انا هفتح لكم سندوتش دلوقتي، شايفين الشكل بقى النهائي؟ الله، كل واحد التسوية دي بقى حسب مزاجكم انتوا. يعني شايفين السندوتش مليان ما شاء الله وجميل جدا ومتماسك كده. ليه؟ انا هديت النار وبعدين حطيته كده الطاسة، خليته يتحمص كده براحته. هفتح لكم بقى واحد كده من جوه عشان تشوفوا برضه، والحشو من جوه مليان وعامل ازاي ما شاء الله. يا لهوي، يعني كل ما ابص على ايدي واشوف منظر الرمان عمل ايه في ايدي يجيلي جلطة يعني عمل ايه؟ اهو بوظ ايدي الرمان. عمو شايفين بقى الحشوة من جوه عاملة ازاي؟ حاجة كده تحفة بجد ما شاء الله. بألف هنا وشفا على قلب كل اللي كلهم. قلت كده اشجع نفسي واقوم اعمل لهم عشا سريع كده. شجعني بس يا عيب كده يا روادي، خرب بيت لمط. وهنا بقى خلاص، يلا بينا بقى نروح على طريقة الاستريبس. طريقة سهلة وبسيطة جدا وهيطلع معاكم تحفة. الاستريبس دوت جميل جدا جدا. يلا بينا بقى نروح على الطريقة. اول كده حاجة جبت بولة عندي كده في المطبخ، وهحط فيها 4 معالق دقيق. هنا معايا 4 معالق دقيق. وهنا معايا كده صوص المستردة او صوص البابريكيو، وهنا المستردة، ومعايا خل، ومعايا ملح وفلفل اسمر، ومعايا بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر، ومعانا هنا بابريكا وكاري. هضيف كده الاربع معالق دقيق الاول، وبعدين الخل، وبعدين هنا الملح والفلفل وبهارات الفراخ والثوم والبصل باودر والكاري وكركم والبابريكا. وهنا احط معلقه صوص البابريكيو او الصويا صوص اللي موجود المتوفر عندكم يعني. وهنا هضيف كمان معلقه مستردة كده حلوه مليانه، وهحط كوبايه ميه دافيه، واقلبهم كويس كده لحد ما الخليط يتجانس مع بعض. واحط كده نص عصرة ليمون، وجبت كده البانيه انا غسلته كويس بخل وليمون، وقطعته صوابع كده حسب الرغبة. يعني انتوا حابينها تخينة مليانة يعني ماشي تمام، حابينها رفيعة تمام. بنت بقى دورت زقت الستاند قلبت الكاميرا على طول، والله مجننين الله المستعان. وهتبل كده، هغرق بقى الفراخ في التتبيلة كويس، هخليهم يشربوا من التتبيلة وهسيبهم في التلاجة حوالي ساعة كده او ساعتين. هو المفروض اصلا من على بيات يعني من بالليل، هيبقى بقى كده هتشرب من التتبيلة براحتها، بس انا هسيبها عشان مستعجلة وكده هسيبها ساعتين بس. وهنا كده بقى جبت معايا بقسماط، ضربته في الكبة، وحطيت عليه شوية بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر وشوية فلفل وملح بسيط كده، يدوب بس ابهرهم حاجة بسيطة. ونزلت بقى بالستريبس بتاع الفراخ كده زي ما انتوا شايفين. بجد يعني يا بنات، حتى لو مش هنقليه كله في يوم واحد، يعني انا بعمل ستريبس على طول كده وبخزنه في الفريزر، وهكذا برضو كده كفتة الفراخ والبانيه والشيش طاووق
والكوردون بلو. بعمل الحاجات ديت بتنفعني جدا جدا في الفريزر، يعني في يوم مستعجله، في يوم مكسله اطبخ كده يعني. سندوتشات تعملوها في للبنات او للصبيان ولادكم يعني وهم رايحين المدرسه. بعملها كده وارصها على صينيه، واحط فاصل بين كل طبقه وطبقه كيسه الكيسه بتاعه التلاجة ديت، وبحطها في الفريزر. بطلع بقى على قد الطلب واقليه وبعدين خلاص كده استعمله. وده كان الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا جرس حبايب قلبي.